هلا حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. البارت العاشر من قصتنا امرأة في الأربعين ونكمل. قعدنا وصوات ضحكاتنا وسوالفنا تتعالى. أنا وياسين كان قاعد بيناتنا أخوه الصغير أحمد، وماجدة بصفة صايرة أني بينها وبين أحمد أبو 11 سنة. يسو يسولف ويباوع لي ويغمز لي للحديقة عود أطلع وياه، وأني أترجاه بعيوني ود ما أقدر من إخواني عيب وبارد الشتاء، وإخواني ويا خطيباتهم يسولفون وناسين وجودنا إحنا الأربعة. عاد حكى يسو ويا ماجدة، قال لها إيه شلونك ماجدة، وهي تعرف يسو يريد هم يختلي ويقعد وياي لين باكر يسافرون فيرد يشبع مني. جاوبتها وقالت الحمد لله زينة، وانت شلونك؟ وتباوع علي وتغمز لي. وهو بيت شوق بعيونه إلي، يقولها الحمد لله، بس لو تتزوجين وتخلصين وتفتحين طريق إنه حتى نتزوج بساعة أنا وهيام أكون بخير. فدوة حبابة أتزوج بساعة. ماجدة وهي تأوج حلقها وقالت هي تتدلل يا النسيب، من باكر أتزوج؟ أو لا مو من باكر، من هسه، مو العرسان طوابير على الباب ينتظرون نظرة مني. والله يا الله. وهي تهز بيدها. أنا طايلة واحد وقايلة لا، أنا طايل لي واحد وقايلة لا. أنا طبعا خرب الضحك على طريقة كلامها. رجع يسو جاوبها وقال أكو موجود، شنو رأيك نزوجش لأحمد؟ أنا هنا فد مرة خربت وعلى صوتي بالضحك والكل قاموا يباعولي. ساهر قال وجع شبيك شنو هالضحك؟ جاوبه يسو بشقة وقال له وجع بطنك لا تحكي على خطيبتي ما اسمح لك. رد ساهر وهو يضحك قال هنيانك على هالزعطوطة راح تشيبك بخبالاتها. رد يسو قال على قلبي مثل العسل، انت اللي ابتليت بوحدة نفسية ومزاجية، انت اللي ابتليت بوحدة نفسية ومزاجها برتقالي. سمر قامت تبرطم وقالت اليسو أنا نفسية إيه خوش، قلت لي حتى بعد اسحب ايدي من هدومك العسكرية. يسو لك تشاق شبيك قلبتي؟ ساهر شبيك سمر، ترى قاعدين نضحك ما تشوفين اختي ام خبال هم قاعدة تضحك ولا ضاجت ومستمرة. قلت لساهر ها شكو شبيها هيام؟ ساهر انت ابو تيسير خليك على الخط، عود يعني خليك على ضحكتك ما عليك. الكل قام يضحك وماجدة تقرص بيها وتقول بهمس فرحانة يا اختي ابنك تتزوجك علي بسيطة، اذا ما ذليتكم النوبة اريد اسكت ما اقدر. كل ما باوع علي يسي وماجدة واحمد اتذكر، واحمد النوب يقول ماجدة شكو بيها خلي نتزوج انا كبرت. وماجدة تلطم واخواني يسمعون النكتة شنو بخصوص زواج ماجدة واحمد، والكل خرب ضحك. إنه فجأة هاي قامت وزعلت وطلعت راحت صعدت لغرفتها. عاد انتبهت على نفسي وسكتت، تحولت ضحكتي إلى إحساس بالذنب. ما وباهر قال يمكن زعلت روح شوفيها هيام. قمت استأذنت حتى أروح لها. يسو قال أوقفي أني هم أجي وياك واعتذر منها. صعد وياي قلت له لحظة أشوفها، ودخلت دقيت الباب، دخلت عليها شفتها ممددة وتوها تريد تتغطى وتنام على الأساس. قلت لها ماجدة، التفتت عليها لمحت دمعة بعيونها ما تحملت، رحت شبكتها وقمت أبكي. قلت لها سامحيني مو قصدي أضحك عليك وأجرح مشاعرك، والله أنتي أختي حبيبتي وأقرب وحدة إلي من بعد بيبي، سامحيني أنا آسفة. قمنا نبكي سوا وقامت لزمتني من وجهي بيدها وتمسح دموعي بصابعها. قالت لا حبيبتي ما زعلت منك والله، بس زعلت لأن راح أكون حجرة عثرة بطريق زواجكم. يسو خطية شنو ذنبه؟ انقهر علي وهانت علي نفسي لأن ماما تخلينا
حجرة عثرة بطريقكم، ونعرف زين هي ما تريدنا نتزوج لنا نشيب. قلت لا حبيبتي إن شاء الله تتزوجين هسه تشوفين. وماما إذا ماما كلش تمادت أقول لبابا هو خليه يتصرف وياها. وتعرفين بابا شقد يحبنا وما يقبل أحد يأذينا. شالت راسها ماجدة إلي وقالت الله كريم، وبوستني وبستها. قلت لها ليش يسو برا اجا يريد يعتذر منك ونسيته. وضحكت قالت لا ولك خطية ما زعلت منه، أعرف هو يشاقه، بس أني هانت علي نفسي بسبب ماما مو منه. قلت لها هسه فضيها الولد يريد يدخل صارله ساعة برا. قالت لي خليه يدخل. وقامت عدلت نفسها ولبست حجابها وراحت فتحت الباب اليسو. دخل هو خجلان ومدنق من مجو. عاد هي قطعت الصمت وحكت وقالت طلعت تعرف الخجل يسو أفندي. وأنا ما تحملت قمت أضحك يسو. والله خجلان منك خويا سامحيني، ما كان قصدي، غير نضحك ونغير جو. والله ماجدة العاي محمود على بختك، ليش أسامحك؟ هو شكو، بس أنا رديت أسوي لكم حجة حتى تصعدون وراي وبين قدام إخواني زعلت. ها شلوني وياكم؟ فتحت عيوني على أختي حبيبتي شلون ما رادت تفشل نفسها وتفشلني وتفشل يسو. شكرتها بعيوني بحركات، فهمتني هي واقتربت مني وطبطبت على كتفي وقالت يلا خذوا راحتكم، من نص ساعة واني أروح أشوف خطيبي أحمد. كنا نضحك عليها، عافتنا وطلعت وسدت الباب. التفتت اليسي وأنا مرتبكة. اتقرب هو لزم إيدي اليسرى وشالها الشفايفة وقام يبوس بيها. خجلت وجسمي نتر وهو حاس بيه بحركة خطفني لحظة وشبكني وقام يشتم شعره ورقبتي يسو. هو يشم أفيش يا ريحة حبيبتي، تدرين من يوم اللي شفتك ولليوم كل ليلة تخيلت شي من وحمك، واليوم الخيال صار حقيقة. يحكي وأني ساكتة، بس أنفاسي ترتفع وأحس بقلبي يريد يطلع من جسمي اللي هو حس بدقاته. هو هم وقال لا تخافين. طبع بوسة خفيفة على رقبتي وصعد على شفايفي وقام يقبل بقوة والشوقة والحمى بعدها ويلمس ظهري ويفرك بي إلى أن حسيت نفسي انقطع. دفعته بخفة وحطيت ايده على صدره. قلت له بهمس يسو حبيبي كافي. جاوبني هو انفاسه ترتفع وتنزل ويريد يرجع يحضني. كافي لا أجرم بيج بنت الذين سويتي بيه. اوف. ورجع حضني أقوى. بعدين بعدني عني وقال وين حمامكم الفوق؟ قلت له على ايدك اليمنى. شو هذا؟ عافني وركض طلع للحمام. رحت ورا وطلعت بعد ما رتبت حالي. دقيت الباب علي. فتح نص فتحة. فتحها على النص وقال هيو عافية جيبي لي هدومي داخلية من جنطتي بغرفة اخوانك وخاولي. رحت ركضت جبت له وجيت وانطيته. قال نزلي جوا بس أسبح أنزل وراك لحد يصعد. استغربت ليش يسبح ونزلت جوا حتى أطمئن ما حد يصعد. شفت ماجدة بالمطبخ قاعدة تسوي شامية وأحمد يمها قاعد. عرفت إخواني دافعيه يمها. قلت لها بوشوشة بذانها وينهم الجماعة؟ قالت ساهر وسمر طلعوا للطالمة الخلفية، وباهر وبثينة طلعوا له حجة راح أسوي لهم شامية، وجبت أحمد وياي وهم راحوا ودخلوا وسدوا الباب صال عليهم. الله وكيلك كلها شبعت بوس وحظني اليوم إلا أني حظي وياها زعطوط وهي تأشر على أحمد. خرب بحظي. لو أعرف وين نايم كان ارتاحت. طبعا كانت تحكي وتغم نفسها وأنا قمت أضحك على سوالفها وبوسها لحد ما سمعت خطوات يسي وهو ينزل الدرج. مطبخنا وقابل الدرج. رأسا شافني بالمطبخ وبوس شفته وباوعت لعيونه ذبلانة بس أحلى ذبول عيون. غمزلي هو عود للهول تعاي
قلت لي المجو قلت المجو أروح يمي يسو، قالت روح هسه أجي. رحت شفته قاعد على القلم فأشر لي قاعد أشر لي قاعد يمه. رحت قعدت قلت له يسو حبيبي أنت زين؟ قال هو يبتسم كلش زين. قلت له بخجل واني دنقت راسي لحد ايش فيك؟ فجأة ركضت للحمام شنو؟ اسهال عندك لو شنو؟ قام يضحك وسحب لزم ايدي وقام يفرك بيها وقال ايه اسهال من نوع خاص. قلت له ما فهمت. قال يعني ابد ما تعرفون؟ قلت له شنو اعرف؟ قال هو صاف من وجهه. ها لا ماكو شي. وقام يحك راسه. استغربت قلت له عافية فهمني ايش بيك؟ قال ما بيا شي لا تخافين. ورجع وشوشني بإذنه وقال بيت الدخلة أفهمك. ماشي. بهالأثناء دخلت ماجدة وأحمد وقطعنا كلامنا. طبعا صح كان عمره 18 بس جنت حيل بريئة ما أعرف سوالف الزواج وشي يصير بين الرجال والمرأة. وخواتي المتزوجات كنا ما نسولف وياهن بس بسوالف الزواج. بسوالف الزواج لأن نعرف تفاصيل هاي. بالنسبة اللي يتجوز بالنسبة اللي ويجوز أكثرية جيلنا كنا هيج لعد ليش سمونا جيل الطيبين. حتى البوس ما كنت أعرف أبوس. يسو ما كان يلزم من كان يلزم يبوسني وأنا ما بادلة بس أستح وأخجل. مو مثل جيل هسه يطلع من بطن أمه يعرف كل شي من وراء التكنولوجيا. قعدنا احنا الأربعة بعدين سأل يسو عن خواته وأخواني. قلنا له بالحديقة. قال مجو هسه أروح أناديهم. رحت وراها. اجوا كلهم وياها وكملنا سهرتنا ل 12. نحست أنا وماجدة قمنا وقلنا للبنات يلا وصعدنا كنا ونمنا. ثاني يوم ظلوا للغداء. انشغلت عن يسو وما قعدت ولا شفته إلا بوقت طلعتهم وراحوا وودعناهم. مر شهرين على خطوبتنا وعقدنا محكمة ببغداد. طبعا ماما كانت على عينها العقد. وماما بهالفترة باعت حجول ذهب كان عندها وقلادة أم مليارات. جابن خوش سعر ومنا سوت سلفة ويا جيران والله. وكملت كل نواقص الزواج. واخواني قرروا بس تخلص السنة الدراسية تزوج اخواني. وطبعا موضوع زواجي انا متوقف على زواج ماجدة. بهالفترة اجتني اختي فائزة حامل وبنهاية حملها وراحت تجيب يمنا حتى نداريها. وفعلا بعد يومين جابها زوجها وولدت ابنها بعملية قيصرية وتعذبت وياها بالمستشفى. 3 أيام وراها طلعت للبيت وبغرفتنا أنا وماجدة قمنا نداريها ونساعدها برضاعة ابنها. الأكثر أنا أساعدها. ظلت عندنا 44 يوم بعد ولادتها. طبعا كانت ماما فرحانة بيها لسبب أول لأن فائزة خلفت ولد، والثاني قدرت تخليني أطلب من يسوع ما يجيني ونشوف بعض حجة. مشغولة بأختي وقراية الامتحانات ومراجعة رغم حاجتي ليسو حتى يساعدني بدراستي. وفعلا خطية شهر كامل ما شفته. مع العلم اخواني كل اسبوع بكركوك يم الحبيبات. الى ان قبل امتحانات النهائية باسبوع اجا ماهر وجايب وياه من الكلية يسو. بيومها ماما كانت رايحة للسوق ويا جارتنا بس فتحت الباب إلهم وشفتهم اثنينهم. من فرحتي حضنت ماهر وبوس بيه. هو يتشاقى يقول كافي يا معودة لعد ردت شلون ما لاحظته. خجلت وحمرت خدودي وماهر داهرني ويسو يبتسم لي وقال ماهر هاك استلم خجلة اختك بعد شلون راح تسلم علي. ضحكت ومديت ايدي إليه وسلمت عليه. هو بس لزم ايدي عصرها
وعصر ويعذب شفته. ومن مشى ماهر ودخل غرفة بيبي لزمني وسحبني وباسني بشفايفي بقبلة سريعة. بعدين فرق شفايفي. بهاللحظة على حظي دخلت ماما وهي جايبة من السوق اللي جاي من السوق. شافتنا وعيونها تخازر وقوة سلمت على يسوع من ورا خشمها. حتى الولد تفشل وخاصة من قالت جاي وحدك لو ماهر جابك. يسو هو يحمحم. اي ماهر جابني خالة شلونك. وراح لها بوسها من راسها. ورجعت التفتت علي وقالت بنترة امشي قدام المطبخ يلا عندنا شغل. مشيت ما قدرت أباوع عليه بعد. ماهر اجا سلم على أم بالمطبخ خطية يسو. راح البيبي يسلم عليها. ماما هم حكت على ماهر وليش جايبه وياه يسو. ماهر بعصبية يوم عيب خطار وابن عمي وخطيب اختي. ايش هالحكي. هسه الخطار يسألون ليش جايب مو عيب. خافت منه ماما وغيرت نبرتها وقالت على كيفك ابني. أنا مو على مود شي بس عيب أختك فائزة عدنا بعدها نفسه وأيام امتحانات. ماهر شخبصتينا بفائزة قابل صاعد يمها الولد ويام هم رجلها بعد وجبتي يدرسها ترى يوم عيب. من عيجي يشوف خطيبته عيب. شو تقول الناس علينا. لو حلال ولدك يومية بكركوك وحرام على ولد العالم. شال الصبح السبابة بطريقة مثل اللي توعد وقال شوفوا يوم ترى إذا سمحت مرة ثانية انتي أو هيام مانعين الولد يجينا حسابكم يمي مفهوم. سكتت ماما وأنا دنقت راسي. التفت علي وبعدين وقال انتي روحي حضر الحمام أنا ورجلك نريد نسبح. وماما سكتت وما قدرت تنطق بعد. أنا ركضت وقلبي فرحان. رحت حضرت الحمام يسو ورحت له هو يم بيبي قاعد ويا ماهر. قلت له قوم اسبح الحمام جاهز حتى اغسل هدومك. قام خطية وراح. رجعت الماهر ورحت بوسته وقلت له فدوى لعمرك يا غالي تسلم يا الحنين. التفت وخزرني وقال واللي امشي ما تستحيل على نفسك تخابرين الولد وتقولي له لا تجينا أنا مشغولة. قلت له يا أخويا ماما قالت قولي له لا يجي هالفترة والله غصب عني. ماهر تدري له مو بيبي ومجو كان ما عرفت لأن كنت مستغرب كل ما أقول له تعال نروح لبيتنا هالخميس يقول لا خليها غير مرة. إلى أن ظنيت أنتي وياه متزاعلين. تالي خابرت البارحة حتى أسألكم مجو بيبي جاوبني وقال هيج وهيج. إيش قد استحيت من تصرف أمي وتصرفك. باوعت البيبي هزت راسها فديتها عود تقولي إي أني قلت له. رحت بوستها من إيدها وراسها وشكرتها وباوعت الماهر وقلت له فدوى أروح لك ما قصرت ويا ماما. كافست الموضوع لا يعرف بابا فدوى وتصير مشكلة. سكت ماهر وقال ماشي وقام راح يشوف يسو محتاج شي. وأنا وبيبي رحنا للمطبخ يم ماما شنو وهي ماما وفايزة اللي كانت تطبخ وابنها نائم بكاروكة بغرفة ماما وتروح كل ساعة تطل علي. قالت فائزة عافية هيوشة روح شوفي سيف نايم لو قاعد. قلت لها زين ورحت لغرفة ماما وشفت الطفل نايم. ردت أطلع دخلت ماما سدت الباب وجدت علي لزمتني من شعري وقالت لك سمعيني اكلي تبن ولا ترحين وتقعدي يم خطيبك وتقولي لي درسني ما أدري شنو لا طي حظك وكلمة واحدة منك ما أسمع. قلت لها واني قاعدة أتأذى من جرى شعري اللي بعدها بيدها. ماما أنا مو طفلة وترزيني
وتجرين شعري عيب. اتعصبت في الزايد وماما جرت شعري أقوى وقالت لا تخليني أضربك هسه وأخلي صياحك ما له والي وأفشلك قدام المحروس خطيبك. احترمي نفسك واسمعي كلامي. قلت لها ماما شبيك يمتى قليت احترامي أني؟ انتي ليش ضدي؟ ادري أني مو بنتك. ليش هيك تسوين بيا؟ حتى فرحة ما أقدر أفرح وانهاريت وقمت أبكي بحرقي. طبعا هاي يومها شقد أكرهها، يعني أول مرة أشوف هيج أمي بناتي. جدي فائزة بهاللحظة ودخلت علينا وشافتنا بهالحالة خطية، حضنتني وقالت لماما ايش بيك يوم؟ ليش هيك ويا هيومة خطية عيب من خطيبها. نترت ماما عليها ودفعتها وقالت دولي انت الثانية، انا على ابو خلفة البنات واللي يخلف بنات. وطلعت وراحت للغرفة. ظليت بحضن فائزة أبكي وأشهق وهي تسكت بيا لحد ما صاحتنا ماما وقالت فائزة قومي خيي قومي هاي بعد ما تخلص ويا أمك. قمنا رحنا ساعدناها وكملنا الغدا وصبينا الماهر ويسو بالصالة لوحدهم واحنا لوحدنا. لقيت تفشلت من يسو لأن احنا متعلمين نقعد ناكل سويا والقرابة. ماهر صار نار بس سكت قدام يسو. مو عبالك عدو البنات هي. جتي ماجدة من الشغل سالفتلها اللي صار. خطية انقهرت علي ورجعت قالت هاي أمي عبالها انتي مخابرته وقالت لي تعال عبالها غلطتي. قلت لها بس أنا ما غلطت وكبرت بعد ما يحق لها ترزلني بهالشكل. وبقت تنزل بهالشكل وبقت تنزل دموع لا أرادي وامسح بدموعي. وبقيت ماجدة تهدي بي. بعدين قالت قومي سبحي واني اروح اغسل الهدوم ولبسي ثوب حلو ولفي شعرك برولات لان بعد بابا بالبيت ما تقدر تحكي وياك. قومي بساعة ومدت ايدها الي وقومتني ورحت حضرت هدومي وطبيت اسبح. كانوا يسي وماهر نايمين قمت سبحت خلصت جففت شعري وخليته على سرحة وهو سرح أحلى وأطول. نزلت جوا لقيت ماما ماكو كانت طالعة رايحة ويا بيبي للطبيب. قلت الفائزة بيبي قالت خليها تاخذ هيام وخطيفها ويطلعون برا ورا ما تستأذن من أبوها وأمك دواها عندي خليها تتأخر وياي بالطبيب ورا المغرب. قمنا نضحك على سوالف بيبو وفعلا رحت قعدت يسو وقعد ماهر هم أثناء ما كنت قاعدة. قلت له يسو قوم خذني نطلع برا ما طول ساعة ب4:30 عافية حباب. قالت تدليني يلا روح حضري نفسك. قلت له هو تلقاني عندك بس قوم أني هم يلا. ركضت بدلت وحطيت كحلة وحمرة سحرية شفافية. طبعا ماكو حف وجه وحواجب يا ماما إلا بالعرس ما تقبل خواتي هيج إلا من تزوجن يوم عرس يلا. كملت لبست تنورة قصيرة جوا الركبة وبلوزة وردية جاكيت رصاصي صوف ونزلت. لقيته جاهز ينتظرني قاعد يم بابا بالهول ومستأذن مني يطلعني. شافني قال يلا نروح. قلت له وانا ابتسم له يلا. وبابا حبيبي قال الله وياكم. ودعنا وطلعنا لراس الشارع وصلنا. قال للسوق ترجين؟ قلت له ايه. قال يلا. رحنا للكرادة سألني عن بنت عمي ابتهال واحنا نفتر بالسوق. قالت تصير أخت مثنى؟ قلت له ايه. قال تدرين ماهر يحبها ويريد يخطبها بس نتخرج هالسنة؟ قلت له ايه أعرف. الله يتمم علي بخير. الله يتمم علي خير بس خايفة من مرة عمي العكرة على ماهر. قال ليش؟ قلت له نحسه شوية. قال شلون؟ قلت له ما تحبنا هالقد. قال هذا ما أخذت منكم اللي بنها الكبير. سكتت وبعدين قلت له كل شي قسمة ما كانت يمنا وقسمته ما كانت يمنا. قال باوعت له. قال قلت له شبيك حبيبي؟ قال لا ما بي عادي. بعدين رجع قال أقول ليش؟ قلت له وانا باو علي الدلع. حبيبي. قال بعد هالنظرة وهالصوت وهالوجه نسيت كل شي. فدوى ايش قد احبك. قلت له وانا اموت عليك. قلت له مع ذلك احكي طلع اللي بقلبك.
قال انتي كان إلك بقلبك شي المثنى؟ قلت له بدون تردد لا أبد طبعا ماكو، لأن أصلا اكتشفت حبي كذبة كانت وصدقتها ونسيته، ما يستاهل الذكرى بعد بحياة الجبان. شفته ابتسم وفرح على جوابي وسحب ولزم ايده وحطها بذراعه وقال تعاي امشي هيج وياي مثل ما كنت أحلم وأتخيل حبيبتي. حضنت ذراعه أكثر وأقوى وأنا فرحانة بيه ومفتخرة بهيبته وطوله، رغم كنت طويلة بس هو أطول، وأحس بالأمان من ألزم إيده أو أكون وياه. سألني عن أمي وينها وهيجي سمحت إننا نطلع. ضحكت قلت له اسكت، أخذتها بيبي وياها للطبيب. قام يضحك بعدين سكت وقال أقولك ليش أمك تضوج مني هيج؟ أحس ما أعرف إحساس صح لو غلط. اعتذرت منه من تصرف أمه وقلت له حبيبي هي أمه تحبنا حيل إحنا البنات وما يعز عليها تفارقنا. هسه أنت جيت وأخذت أصغر بناتها شوي أعذرها، وأنا بقلبي أقول يا رب اغفر لي كذبتي. وصلنا للسوق ودخلنا محلات ملابس. خطية أخذلي دشداشة حلوة وملابس طلعة. فتنا يم محلات كماليات وملابس نوم. سحبني طبقني للمحل واني ميتة خجل على شكل الهدوم الموجودة. قال لي يلا اختاري. قلت له شو اختار؟ قال لي اختاري سيتين نوم، واحد اسود والثاني احمر لان الاحمر يموت عليك. خجلت وقلت له استحي من صاحب المحل ما اعرف اختار. قال اوكي العدان اختار لك. طلب من صاحب المحل ينزل سيتين نوم وهو اختارهن. كانت فضيحة وأنا ميتة مستحية وهو يقول لي هذا حلو وذاك يخبل. متت مستحى وهو يفحص بيهن وقوة طلعني من المحل. بعد ما أخذنا السيتات وراد ملابس داخلية هم ياخذ لي. قلت له ترى أعوفك وأروح كافي ما أتحمل بعد، أنا آخذ بعدين. قمنا نتمشى وصلنا يم مطعم قال يلا ندخل. دخلنا قعدنا بجناح العوائل. شفت الساعة الجدارية تشير للسبعة. تقبلت قلت له عافية حبابي يسو حبيبي. هسه ماما رجعت وراح تظل تحكي علي وتقول وين كنتي وأظل أترزل بيها والله خايفة. ياسين بانزعاج وإذا شبيك حبيبتي مو ماخذ الإذن من عمو؟ قلت له نسوق ونتعشى برا. شنو خايفة من أمك؟ ترى أنا رجلك شرعا وقانونا هسه أقدر ألبسك عبايتك وأخذك مرتي وما حد له حق يحكي. قلت له عافية ما أريد مشاكل، وجه امتحان خلينا نخلص السادس ولا شو سوي حبيبي أنت فدوة. ياسين الخاطرك راح أسكت ونقوم نطلع وناخذ الأكل سفاري وناكل بالبيت. خطية قام وطلب الأكل سفاري 5 نفارات كباب ودفع الفلوس وأخذنا طلعنا نزلنا تاكسي. وصلنا للبيت لقينا أمي ما جاية. أثاري بيبي ماخذتها من الطيبي بالبيت عمي. ما لاقيني هناك ماهر عدهم ومخابرين بابا ورايحلهم هناك ومجلبين بيهم بيت عمي على العشاء يعني فكة من ماما وباهر وسهر بكركوك. طقيت أصبع فديت بيبي وخططها. لقينا بس فائزة وماجدة بالبيت. قلت لهم تعشيتوا؟ قالوا لا بعد. قلت لهم لا بعد. قالوا لا بعد. قلت لهم هاكم جبتكم كباب وبيبسي حضريهم نجوا على ما أبدل وأنزل. ورحت اليسو قلت له حبيبي قوم اصعد وبدل. والله صعدني رحت أريد أدخل غرفتي سحبني يسو غرفة إخواني بس سد الباب لزمني حضني وقام يبوس وما أعرف شنو الشعور. أرتاح من لما أكون يمه. دقات قلبي يمكن الكون كله تسمعها وأني بين يديه حبيت هالشعور وياه.
وبقى يبوس فيها وقمت أتعلم مبادئ. ظليت يبادلني بكل حب وشغفة إلى أن هو ابتعد وعدل قميصه وقال وضحك. إذا أبقى أكثر يمكن وسكت. وراها قال شو اسمه وثاربوستش حلوة مثلك وتدوخ وضحك. قلت له بهمس عيب استحي يسو ضحك. ما استحي لك ما استحي لك لعد ليش بادلتيني بوسة ها أني بخجل يسو هاي فدوى اللي تستحي ليش ترى والله بعد ما أتحمل أريدك خلي نتزوج بسرعة ليش أطوليها علينا. قلت له حبيبي ممكن أخلص السادس اصبر. قال الله يعني ما راح أصبر ولو أحس الصبر راح يخلص وخطفك على يوم ما تزوجش غصب عن أمك. قمت أضحك عليه وقرصته بخده وقلت له حبك يلا روح أبدل وأجي نتعشى يلا نبدل. ردت أطلع لزمني جر إيدي باسها ابتسمت له وطلعت. قمت نزلت لقيت محاضرات الأكل على الميز ونزل ورايا يسو. قعدنا ناكل ونسولف ونضحك. ماجدة قالت أشكرك كان نسيب ذكرتنا بالكباب. ضحك لها وقالت تدللين كم جوعدنا ألف عافية. قمنا خلصنا وخلونا وحدنا نقعد. فائزة راحت أخذت ابنها للغرفة وماجدة قعدت على التلفزيون وقالت اقعدوا بالصالة وحدكم من يجي أحد أقول لكم. رحنا للصالة قعدنا سوا وظل يلح أجيب كتبه حتى يراجعلي وفعلا صعدت جبتهن وظل يراجعلي لحد ما صارت الساعة 10. اجتنا ماما ركض قالت اجتنا ماجدة العفو ركض قالت جو أهلي تعالوا للهول. قمنا ركضنا للهول وقعدنا دخلوا علينا بيبي وماما وباهر وماهر ومثنى. طبعا كنت قاعدة يمي يسو بس مسافة بيننا وماجدة بصفي. اجي سلم مثنى على يسو هو يباوع لي بصفح ويباوع ليسو. وراه استأذن يروح لحوا أهلي عليه يقعد بس ما قبل وراح. قعدوا أهلي وماما طبعا تخازرني ماكو. بعدين قامت وراحت لغرفتها وراح بابا وراها وبعد ما طلعوا وظهر بابا حجزها. منا ماهر قاعد ويانا وهو هم صفحة تهديدات الماما عافتني بس الله يستر بعدين اطلعها. قعدنا احنا الأربعة سهرنا للثنتين تالي صعدنا رحت طلعت له بطانية جديدة وردية إلى كان ماهر جوا خابر ابتهال مبين. قلت له حبيبي أشكرك على اليوم الحلو اللي قضيته وياك وباكر ما راح أقدر أودعك زين لأن أهلي ما راح يتركونا وحدنا. راح أشتاق لك ولا أراديا نزل دموعي. عاد هو حضني وقام يمسح دموعه ويبوسني من راسي وقال حبيبتي شدي حيلك ونجحي حتى تنجحين حتى تجين لحضني وخلي بابا يحكي ويا أبوك ونتزوج. ما أتحمل أطول بالخطوبة بعد وها مسح دموعك غالية عندي ما أتحمل أشوفك تبكين حبيبتي. هاي أول مرة وآخر مرة تنزل دموعك. افتهمتي مهما يكون أريدك قوية افتهمتي. وشال راسي بصبعه من خدي وباسني من خدودي وحط راسي على صدره وقال يلا حبيبتي قومي وروحي نامي وأني هم نام قبل لا يجي ماهر عيب من أخوك يشوفك يمي. مسحت دموعه ابتسمت له قلت له تصبح على خير حبيبي حبك. قال وانتي من أهل وعشقك وابتسم لي وبعت لي بوسة بالهواء. طلعت سديت باب غرفتهم ورحت لغرفتي وتمددت ونمت وأنا أفكر بمستقبلنا. الصبح قعدت بالعشرة ورا الريوق قال أروح الكركوك إشقد لحوا أهلي علي. قال أروح حتى ألحق أشوف أهلي وشوية عندي أشغال أخلصهم وفعلا راح ودعناه. استلمتني أمي ديك شغل رغم عندي امتحانات قرب موعدها وما رحمتني أبد عبالك تنتقم مني. فائزة رجعت لبيتها اجى زوجها أخذها قبل امتحانات.
امتحنت الحمد لله ونجحت وكملت السادس. كان حبيبي يخابرني مرات ويشجعني ومرات يدزلي رسالة كتابية ويا ماهر. منك سمعنا خبر نجاح بثينة وسمر. والله قررت أمي الخميس الجاي يعني ورا أسبوع زواج إخواني، وقررت تروح ويا بابا الكركوك حتى تقول لهم. وراحت الكركوك وكانوا شارطين بيت عمي إنه زواجنا أنا وياسين ورا إخواني الأسبوع اللي وراه. وماما محاولة تعترض بس بابا مسكها وقال لهم هي بنتكم بعد كيفكم من حقكم. ياسين خابرني وفرحان وماجدة فرحانة ترقص وتهلهل. ورجعت ماما هي وبابا بس شنو وجهها ما يقص السيف حيل ضايجة على زواجي. وقمنا نحضر لزواج إخواني بس حيل تعبانة بهالأسبوع. شوفت نجوم الظهر ماما خلتنا نغسل كل شي بالبيت من بردات وشراشف وفراش ومسح وتنظيف يبوه. وهنا حبايبي خلص البارت وباي.